السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. انما لما يوصل فريق الاثنين حراس ان هم يبقوا نجوم الفريقين طول البطوله يبقى في مشكله كبيره في الفريق. زي كواليتي اللبس بتاع الصقر. عصام الشوالي، علي محمد علي. محمد سعدون. كنا نشاهد الفقره في خزائن النادي الاهلي في 40 سنه اكثر شويه. هذا اللقب 12 امكانيات كبيره، امكانيات بشريه وامكانيات ماديه. النادي الاهلي كان نجم الكره المصريه، كان جاب التروفيه ورمز دوري ابطال افريقيا. هذا طبعا بيبو الخطيب اسطوره الكره المصريه. ثلث القاب الاهلي تحققت مع الخطيب كرئيس، واشترهم 6 تقريب من 12 كدرج رياضي التونسي. وصيف افريقيا في ديسمبر وفي جانفي ما كناش نحكيو على انه الترجي باش يوصل لفينال ماي. امانه ليبرون تفوق على ذاته، تفوق على نقاط ضعفه، تفوق على اشكاليات ومشاكل فريق، كاركتر وفريق بناء من رحم البطوله. ممر الشرفي لحكام المباراه بقياده الكونغولي جون جاك في نهايه 2001 ضد سان داونز. وممر الشرفي من النادي الاهلي الى نادي الترجي اللي للمره التاسعه العقد في قادم تنتظره العائله الترجيه من خلال كاس العالم في امريكا، من خلال الافريكان سوبر ليج لتقريب اليوم في ظروف اخرى بطبيعه الحال، ولكن في فينال 2010 للترجي رجع لافريقيا بعد سنوات، ثم لعب 3 نهائيات متتاليه. وهذا الجيل القادم مع انتدابات اخرى سيكون بطل القاره في موسم او موسمين قادمين. معز بشرفيه كان في رادس ضد الوداد، فريق الشباب بقياده مميش. هذايا موتسيبي رئيس الكاف. كان الترجي يكون واقعيين، اصطدم بفريق قوي، فريق عنده التجربه، فريق عنده التقاليد اكثر من اولادنا الصغار. لهذا باش يتعلموا، عشنا معاهم ليالي وسهرات خالده، نحتوا في الصخر، بذلوا كل مجهود، فاتوا حدودهم. ما عندكش بنك الاهلي، تجربه الاهلي، لذلك خسرنا اليوم. تعديل الاوتار في خياراته القدام. مميش يعطيه الصحه، كان متاثر جدا بعد النهائي. ميلاد حارس عملاق. موتسيبي يتكلم مع كاردوزو وزير الشباب رئيس فرع الترجي. كنا نحب الذهب ولكن اعتقد شكرا الترجي، شرفتوا الكره التونسيه وصلتوا النهائي، وخاصه مع الاوبجيكتيف الكبير كاس الان النادي الاهلي بطل افريقيا. اول المتوجين بقلاده الذهب، لقب 12 في مشواره الاهلي ما عادش تقولوا لي في المجموعات باش يخرج، والاهلي يعاني للصعود لدور الربع نهائي. الاهلي لما يمشي بهذه الطريقه في دور المجموعات تاكدوا ان اللقب في الاخير سيكون لصالحه. على فريق صار 4-5 مرات توا في السنوات الاخرى. اهلي مجموعه سيء جدا ويعاني من دور الثمانيه يتغير. تصور انه الاهلي عمل 13 كلين 17 مباراه قام القياسيه للفريق الاحمر. قبل ما ننسى نحب نحوسي اللي مشى اكثر من 8000 ان شاء الله اللي تصاب اليوم قبل المباراه في الدخول الملعب يكون لاباس. كان تنقل تاريخي، وقفوا مع الفريق، شجعوا الفريق، امنوا بالحظ وان اللقب سنعود به الى تونس. اصطدمنا بفريق اكثر تجربه، اكثر خبره، اكثر صنعه في اللحظات الصعبه في الماتش. مبروك عليهم، النادي يستحق. فرحه كبيره للاهلاويه. امام عاشور في اول القابه في دوري الابطال، لذلك هو الاكثر في عهد القادم بعد تجربه الزمالك المصري. سيتكرر في نهائي رابطه الابطال 30 سنه بعد الاف بي ستاديوم جوهانسبورغ وصاروخ ايمن منصور في مرمى شوبير. بعد 30 عام ياتي شوبير اخر، كان نجم البطوله، كان 9 كلين شيت، ما قبل ولا هدف اول للقب الاهلي هذا العام. شوبير اخر يتحدى ايمنات اخرين قبل السوبر. خطيب والشناوي كابتن فريق النادي الاهلي، رامي ربيعه، كاس 23 2024 للعام الثاني على التوالي سيكون للنادي الاهلي. الكابتن هو الشناوي، نعرف رامي ربيعه، نتصور انه باش يشيلوا الكاس مع بعضهم الاثنين. موتسيبي ياتي بالكاس، والشناوي كابتن الفريق سيرفع دوري موتسيبي. خطيب، فرحه كبيره من بيبو، والشناوي يمسك الكاس ويرفعها هنا في سب. فرحه كبيره لجمهور النادي الاهلي، بطولته رقم 12 رقم كبير برشا.
قمة الأهلي والترجي دخل طي التاريخ. الأهلي سيحاول أن يرفع من وتيرة استعداداته للمنافسة مرة أخرى، والترجي سيعود بانتدابات جديدة، هذه المرة للذهاب ليس للوصافة. الخطيب، شناوي، بيبو، انتصارات تريكا ووائل جمعة وبركات وحسن إلى أيام $100. إذا مبروك للنادي الأهلي بطل إفريقيا 24. هكذا كانت الأجواء من كاميرات استاد القاهرة الليلة، نهائي الأبطال ويتأجل حلم الترجي الكالي. مبروك الترجي هذا الجيل الجديد المنافسة اليوم فضة وغدا ذهب يا ترجي. هذا العام الشامبيونز ليج وكاكوس هي أهلاوية بالعناوين. عنواننا الآن أسلوب